بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. أخبار الزمالك اليوم استعدادات الحسم. الزمالك بدأ النهاردة تدريبات رسميا استعدادا لمرحلة حسم الدوري، وده بعد الراحة اللي كانت 4 أيام بعد التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية. والأهم إن الإدارة بتحاول تحفز اللاعبين عن طريق صرف جزء من المستحقات قبل المباريات المهمة. مش بس كده، المدير الفني معتمد جمال بيركز على التدريبات على الجوانب الهجومية والدفاعية، وقسم اللعيبة لأقسام، عمل برنامج خاص لكل لاعب. لكن في أزمة، غياب عدد من اللاعبين الدوليين بسبب انضمامهم للمنتخب، وده خلى الجهاز الفني يفكر بيصعد ناشئين للتدريبات. كمان في مباراة ودية يوم السبت للاستعداد بشكل أقوى. مباراة الزمالك يا جماعة اللي هتكون في بداية الدوري الافتتاحية هتكون قدام المصري البورسعيدي 6 أبريل الساعة 8 مساء. السؤال بقى هنا، هل الزمالك يقدر يكمل الصدارة ويقرب من الدوري، ولا المنافسة هتولع أكتر؟ قولنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.